السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان فرح وانكسار، سرور وحزن، وكل بمشيئة الله، ولا يدوم حال على حاله، فلا فرح يدوم ولا حزن يطول. لكن الغريب أن هناك من يفرح لفرحنا، لكنه للأسف يشمئز لحزننا. فمع انكسارنا يبدو لنا من هو الصديق فعلا، ومن هو الرفيق فعلا، من هو الحبيب فعلا، ومن هو القريب فعلا. هناك من يريدون أن يرونك دائما مبتسما بشوشا مسرورا، لكن ذلك الأمر ليس بيدنا، بل هو يتماشى والظروف التي نعيشها. فلا بد من الحزن أن يأتي ويسرق منا بسمتنا وفرحتنا. المهم أن القليلين من يتشبتون بنا حتى في أحزاننا، حتى في عز انكساراتنا، حتى في اضمحلالنا. فهناك من يرونك في حزنك وكأنك شيطان، وكأنك تجلب العار، أو كأنك أصبحت ذلك الشيء المقزز الذي لا يجب الاقتراب منه أو التحدث معه أو حتى النظر إليه. فشكرا للذين يقبلوننا كما نحن في فرحنا وحزننا معا، وتحياتي للجميع. شكرا.